السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي رجالة، يوم جديد وحلقة جديدة ومسكنا فرد حمام جديد. قبل ما نشوف فرد الحمام اللي احنا مسكناه ونطلع ونتفرج عليه، انا ليا معاكم بس كلمتين قبل ما نطلع احنا الداير ونتفرج على الزغاليل ونشوف فرد الحمام اللي احنا مسكناه وبتاع. احيانا يا جماعه انا بحس ان الناس لا هي فاهمه ولا عايزه تفهم. يعني هو انا لما امسك فرد حمام واطلع لك مثلا قدام الكاميرا كده اقول لكم يا جماعه انا مسكت فرد حمام، انا من المنصوره، يا ريت صاحبه يتواصل معايا او يكلمني، لان انا بستحرم فرد الحمام الغريب. يعني انا لما ابقى في سلكتي انا بحس ان انا مش مرتاح متضايق. هو انا كده حلو ولا وحش؟ يعني هو انا كده صح ولا غلط؟ تلاقي ناس في التعليقات مش فاهمه، يقول لك يا عم سيبه، يا عم هو الفرد تايه، الفرد تايه. تمام، انا ما اعرفش صاحبه ولا اعرف صاحبه واخده اديهوله، الفرد بيبقى جاي لحد عندي. تمام، زي ما هنشوف اللبلق الاحمر اللي احنا ماسكينه دلوقتي. طيب حله ايه؟ حله ان انا بطلع يا جماعه انا مسكت فرد حمام، تلاقي ناس تقول لك اللهم قوي ايمانك يا عم الشيخ، تريقه، يعني تريقه في التعليقات. اللي انت بتعمله ده كله اونطه، ما احنا عارفين ان انت بتسرق حمام. ايه يا جماعه الاسلوب ده في التعليقات ده يا جماعه؟ هو احنا يعني مالنا اخلاقنا بقت سيئه كده للغايه؟ يعني انا طلوعي في فرد الحمام، هو انا مضطر ان اطلع فرد الحمام؟ طب ما انا ممكن ما اعملش اصلا الفيديو ليه، ولا اقول ان انا مسكت حاجه، ولا حاجه حصلت، ولا انت عرفت حاجه، ولا انت شفت حاجه. هو انا طلوعي في فرد الحمام ليه؟ ما هو انت، انا في رساله عايز اوصلها، ان الحاجه اللي انت مسكتها دي مش بتاعتك. الحاجه اللي وياما رجعنا حمام لاصحابه، وياما ناس كلمتنا وخدت حمام، وياما طلعناه كده هدايا لاصحابنا الحمام اللي احنا بنمسكه، لان انا مش عايزه موجود حتى عندي في السلاك. هو انا لا محتاج حمام ولا عايز حمام، ولا ما الحمام كتير، هو بس انا الاحق انا على اللي عندي. فاهمين قصدي يا شباب؟ تعالى نسمي الله كده ونطلع نبص على احمد على طريحه الزغاليل ونشوف اللبلق الاحمر اللي احمد مسكه النهارده مسكه ازاي وايه اخباره. اما قصه ان انت يا عم سايبه، هو مش زاجل، هو لو زاجل بنقعده 3 4 ايام يسترد صحته وعافيته، وبنقوم سايبينه تاني عارفين ان هو هيرجع. انما احنا نمسكه لو اي فرد حمام غزار عادي ابلق او استرالي او ايا كان هو نوعه ايه، تمام، هو مش هيرجع، هو فرد ضايع او فرد تايه. تعالوا يا رجاله نسمي الله. والله شوف انا بقول كده لان انا بحس ان الناس ما اعرفش ايه اللي جرالنا في اخلاقنا. يعني لما تلاقي مثلا فيديو مثلا جايب 20 ولا 30 الف مثلا على الفيسبوك على قصه مسكنا فرد حمام دي، وتلاقي الناس في شتيمه في التعليقات. يعني وارد مثلا يكون حد شافنا مثلا من اي دوله او من اي مكان وكده يقول علينا احنا ايه كمصريين. طب انت بتشتم ليه؟ هو انا يا عم خدت منك حاجه؟ وبعدين الاغرب بقى من كده كمان تلاقي واحد يقول لك ايه يا عم سيبك بقى من الافلام دي كلها، احنا عارفين ان الفرد بتاعك وانت هو انا مضطر يعني ان انا اعمل كده؟ ايه اللي زارقني ان انا اعمل كده؟ طب ما انا اطلع لك بحلقه افيدك بيها احسن. تعالوا يا رجاله نسمي الله ونطلع لاحمد نشوفه مسك ايه وايه اخبار الزغاليل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاج احمد، حاج احمد، صباح الفل يا جماعه، اخبارك ايه؟ ازيك وازاي مزاجك؟ بصوا يا شباب، بنمسق والجو نار، كلمه نار حرفيا. بكلمك واحنا في نص شهر 8 والجو صعب جدا جدا جدا. يا عم احمد موضوع البلق الحمر يا عم احمد اللي انت مسكتهم يا عم احمد، تصدق يا احمد ان يعني مع اللي الواحد بيعمله دهوت بلاقي ناس في التعليقات تقول لك ايه اللهم قوي ايمانك يا عم الشيخ، انت عايز تفهمني يعني ان لو صاحبه سأل عليه هتديهوله؟ طيب هو انا كنت عملت فيديو ليه اصلا؟ ما هو انا ممكن اقول ان انا ما مسكتش حاجه او ما لقيتش حاجه. يعني لو انا بستحرم مثلا، ما هي الزغاليل ملقاحه كتير يا شباب والحمام كتير اهو. احمد اللبلق الاحمر فين انت ماسكه؟ لا اللبلق الاحمر فين اللي انت ماسكه؟ اللي ناحيتك ولا ناحيه جوه؟ اللي جاي عليك ده؟ اللي عينيه مكسوره ده. انا اصلا ما عنديش زغاليل عينيها مكسوره. هو باين عليه. انت فاتح انت مطلع 2 يا احمد؟ 3. انت مطلع 3؟ 3. واحد اللي كان ربط عليه بدا يفوق، هو بدا ياكل يا ابني ده ما دول 3، امال انت مسكته ايه؟ واحد اهو جاي عليك اهو. اللي جاي عليه ده هو اللي في وشي. واحد على العلبه اهو. واحد على العلبه هناك اهيت. هو الطويل ده اهو. الطويل ده بتاعنا برضو. اللي مجرب شويه ده والاخير ده كده بقى 4. يعني والله العظيم يا احمد الواحد بيزعل. خلي بالك يا احمد، يعني عايز اقول لك حاجه، هو انت مضطر انك تقول انك انت مسكت حاجه؟ لا والله انا مسافر. ما ياما ناس كتير في الحمام
يقول لك لا والله ما مسكتش، هو يبقى ماسكه تمام. طب انا بطلع لك بفرد، انا بطلع لك بفرد الحمام اقول لكم يا جماعه انا مسكت زغلول، هو انا كده وحش؟ هو انا كده مثلا الفرد ده احمد عادت عليه؟ ايوه عادت عليه وهيطير؟ هيطير. اه الحلس القش بندق ده كانت عادي عليه وطرف. ما شاء الله. طيب هنجيب اللبلق الاحمر. القش ده كان اوسخ منه. الحلس القش البندق نقول على الارض ده برضه عادت عليه يا احمد؟ كانت دماغه تحت. ما شاء الله. طيب انا هجيب الزغلول كده يا احمد عشان نمسكه ونوريه للناس ويا جماعه بعيد واكرر ده باين عليه قرد يا احمد، ونشوف بقى احمد مسكه ازاي وايه اللي حصل. طبعا انا مش هعرف امسكه. ايوه مش بقول لك هتقرفني، بس همسك امك برضه. يا ده خاسس يا احمد. شوفوا يا جماعه فرد الحمام اللي بيبقى يعني خدمتك انت ليه. طبعا احمد ما يستهيبش مع الزغاليل، انت لسه انا عارف انت لسه ماسكه دلوقتي ماشي يتحط لوحده. انا شايف ان هو عنده حبايه في عينه اهيت، هتعرف تطلعها له؟ عايزه الابره، عايزه السرنجه، انزل اجيب لك السرنجه، عايزه بس تتنتش كده اهوت تفتح طرفها تمام وتقوم طالعه. ماشي. مفيش هنا سرنجه؟ لا. طيب بصوا يا شباب، يعني انا حاسه مش كبير يا احمد، عيل صغير زغلول تمام. وانا يا جماعه لو مش عايز اقول ان انا مسكت فرد حمام انا مش هخلي احمد يطلع بيه ولا يمسكه. مسكته ازاي؟ انا محتاج حاجه من حد. ما انا بتكلم في كده، يعني تحس ان في ناس كده عجيب. انا واحد صاحبي نور والله قال لي انا ضايع مني حلقه قش بندق، قلت له والله العظيم ما جالي عندي. بعدها بيوم مسكته قلت له ده على طول. واقول لك حاجه احمد، احنا ياما فاكر احمد حمام كتير جدا بيرجع لاصحابه بالطريقه ديت. والله العظيم قلت له تعالى خده، قال لي انت مش معقول مسكته؟ قلت له مسكته تعالى خده. يعني حمام كتير بيرجع لاصحابه بالطريقه دي تمام. فصاحبه رجاله يكلمني وياخده، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت مسكته ازاي احمد النهارده؟ هو فاكر ريشه اهو. مسكته ازاي؟ يقول لي فاكر كام ريشه ويجي ياخده. مسكته ازاي؟ مسكته اقول لك انا بساب الزغالين هنا واطلع اخلص تحت، مع العلم ان انت عندك اصلا 3 بلق حمر، يعني اي واحد يتخم فيهم. وكرشه وحطه كده، كرشه وحطه كرشه وحطه كرشه وحطه تمام. بعدين طلعت لقيته وانا داخل بقى من بره كده بتبخ فيهم وهو على الارض هنا. وهو على الارض هنا. فقمت داخل قمت برجلي ببص لقيت في قبل احمر شكله غريب. ببص فوقيه لقيت 2 بلق حمراء والثالث اللي هو عقد عليه ده موجود هنا. ببص لسه ده ماشي. ببص بتاع لسه برجع بظهر قام طاير وقام ماشي. امال جه تاني ازاي بقى بعد ما كرشته؟ بعد ما الحمام نزل على العرق بقى لقيته جاي من بعيد قام جاي قام حاطط. سبحان الله. بصوا يا جماعه يعني اللهم لك الحمد، احنا ربنا كريمنا وربنا مرضينا. ده والله غير اللي بيموتوا والله يا جماعه. الزغاليل اللي بتموت يا احمد مننا قد ايه؟ يعني ما تعدش، وده طبيعه غير طبيعه غيره الحمام. فانت ربنا مرضيك. يعني هو بص انا لو مثلا مش عايز اقول انا مسكت الاحمر هقول، بس انا بقول لك انا ربنا مرضينا. ده انا مطلع 3 ومع ذلك هو ده مش يعني لو صاحبه ما سالش عليه ده لا هيطير ولا هيتنشل، لان انا ما اعرفش اهاليه ولا اعرف هو ده مين ولا قصته ايه ولا الكلام ده كله. انا مطلع اسود قبل اسود، مطلع 2 3 بنفسجيات، مطلع 4 مساويد، مطلع على ورد، مطلع خضر. انا مش محتاج زغاليل. في ناس يا احمد تحس ان هي نفوسها كده مريضه. طلعت قلت للناس يا جماعه اللي يمسك حاجه يقولها للناس يقول لك انت كذاب، امال انت مركب شبك ليه؟ طب ما انا مركب شبك ايوه علشان اشد الشبكه على حمامي، اقفل على حمامي، وعلشان لو فرد حمام امسكه. امال ايه؟ انا مركب شبك يا عم، مركب غزال عشان انا ليا اخصام، انا ليا خصم، ليا ناس يعني جنبي هنا خصم بيمسكوا مني الحمام ما بيدوليش، وانا بمسكوا مني الحمام. فانت هتعمل ايه مثلا مع عينه زي ديت اللي هو اصلا بقول لك احنا خصم؟ يا عم طب خلينا كويسين سوا. انا جنبي هنا 2 3 4 يقول لك لا احنا خصم انا ما بديش حاجه لحد. طب ما انت لازم برضو لما يجي حاجه من عنده لازم انت تمسكها وتقول له لا يا عم ما تديهالوش. بس لو طلبها مني اديها له والله العظيم بنديها له. يعني مجرد لو طلبها. شفت اللبلق الاحمر طلع على الكرسي اهو يا احمد. اللهم بارك. وصلوا فين يا احمد الطريحه دي دلوقتي؟ بدات تلم ما شاء الله. ربنا يبارك. ربنا يبارك فيهم ما شاء الله. مجموعه محترمه يا احمد. دول كام 25 ولا 30؟ 25 ده حلوين. بص يا احمد انا بحس ان اكتر عدد انت بترتاح له اصلا هم ال 20 25. انا اخر 25 ما بزودش عن كده حبيبي يا احمد. ربنا يكرمك يا رب ويرزقك حبايبي. 99.9 ما فهمش نتايج. انت اصلا انت متجنن منهم النيتي من تحت اصلا. يلا ربنا يبارك فيهم يا عم احمد بس ويكمل لهم على خير.
حبايبي الرجاله اللي جاي احسن ان شاء الله. صباح الفل. ده الفرد اللي احنا مسكناه النهارده، وده قصتنا معاه، وده حكايتنا. والله يا بطلع اقول عليكم يعني اعمل لكم حوارات ولا افلام ولا كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.